مفيش حد يروح يجرب، مش هندفع فلوس. خلاص اخرنا ان احنا ناخد كورس، احنا مش هندفع فلوس، نجرب ان احنا نشتغل، نجرب ان احنا ناخد كورس، ده اوكي ماشي. لكن بقى تروحي، طبعا كل الناس بتطلع تعمل فيديوهات وتقول لكم ازاي تحققوا الهدف بتاعكم، كله بيتكلم في الموضوع ده. النهارده انا هتكلم معاكم في ازاي اصلا تحددوا ايه هو هدفنا، يعني نحدد ازاي الموضوع ده هدفنا ايه في الحياه. كل واحد يفكر كده. ناس كتيره ورسائل كتير بتجيلي احنا اصلا مش عارفين يعني ايه هو هدفنا في الحياه علشان نحققه. 3/4 الفيديوهات بتتكلم في الموضوع ده. فانا حبيت اعمل الفيديو ده النهارده او البودكاست ده النهارده، واقول لكم ازاي اصلا نحدد احنا عايزين نعمل ايه او احنا بنعمل ايه في الدنيا بشكل عام. ناس كتير بتبقى مش عارفه، متخبطه كده في الحياه، محتارين، قاعدين ما بيعملوش حاجه. في الاخر بيوصل بينا الحال ان احنا قاعدين ما بنعملش حاجه، احنا مش عارفين نعمل ايه اصلا. والموضوع ده خصوصا بيبقى يعني البنات اكتر، ان دايما الشباب والرجاله خلاص بيشتغلوا طول عمرهم وخلاص على كده. اول حاجه عايزه اكلمكم فيها النهارده وهي علشان نعرف احنا عايزين ايه، لازم اول حاجه ان احنا نجرب حاجات كتير. ده معنى ايه؟ بمعنى ان احنا ما نترددش، يعني نروح نجرب حاجات ايا كانت ايه هي الحاجات، علشان نبتدي نحدد احنا بنحب ايه او ان احنا نقدر نكمل في ايه. خلينا متفقين ان احنا مش ضروري يكون الهدف مادي، يعني البنات مش ضروري حكايه الامور الماديه، وان هي في الغالب بيبقى اهلها بيصرفوا عليها. في الغالب الحكايه مش بتبقى بتصب في حكايه الفلوس بشكل مبدئي كده، شيلوا الفكره دي من دماغكم. ولو في حد طبعا محتاج الفلوس ماديا من البنات، لازم تروحوا تشتغلوا يا جماعه اي شغل، يعني اي شغل بتشتغلوه بيدخل فلوس. بقى بنركن الحكايه الاهداف دي فتره كده لغايه لما تستقروا بشكل مادي، ويبقى الهدف ده بجانب الشغل بتاعكم لو انتوا محتاجين تكونوا بتصرفوا على نفسكم. وده كلامي للبنات شويه 20، يعني بنات صغيرين. يعني اكتر من كده شويه انا بفضل ان كمان يكون البنت عندها مصدر للدخل، برضو دي حاجه مهمه. فعلشان نوصل للحكايه دي ازاي، لازم من الاول نبتدي نشوف. بتبقى مرحله التجارب بقى دي، وكل ما كنتوا بتبداوا التجارب دي بدري كل ما كان احسن بكتير جدا جدا. يعني بمعنى ايه؟ واحنا مثلا في ثانوي واحنا في الجامعه نبتدي نجرب، نبتدي نشوف، نبتدي نروح نشتغل حاجات في الصيف، نبتدي ان احنا نجرب رياضات معينه، ممكن بعد كده يبقى ده الشغل بتاعكم، تبقوا حد بتشتغلوا بتمرنوا او بتدربوا في مثلا جيمات او كده، وهكذا بقى. قيسوا الفكره دي على امثله كتير. يعني انا اديت مثال بحكايه الجيم ده، قيسوا على ده حاجات كتير. اتعلموا حاجات في الفنون، حاجات في الرسم، حاجات في التصميم، حاجات في الكمبيوتر ليها علاقه بالبرمجه، المونتاج، كل الحاجات دي، فوتوشوب، كل الحاجات الخاصه دي. تجارب دي عن طريق ايه؟ كورس، عن طريق اشتراك في الجيم، او كورس اشتراك في الجيم هيبقى تمرين، يعني مش هيبقى موضوع بشكل بروفيشنال. لو عايزين موضوع بشكل بروفيشنال بيبقى موضوع كورس اكتر. مرحله الكورسات دي تبتدوها بدري، لان لما يعني هو طبعا it's never too late، يعني مش متاخر ابدا ان احنا حتى لو عدينا المرحله دي ان احنا نعمل كده. بس انا بقول لكم الافضل، يعني الافضل تبداوا بدري. بس لو خلاص عديتوا مرحله جامعه والكلام ده وما جربتوش، تقدروا تعملوا كده. مش متاخر ابدا ابدا ان الواحد يحاول يعمل حاجه مفيده في حياته. طيب دي كده رقم 1. نجرب بقى حاجات، هتبصوا تلاقوا ان انتوا في حاجه حبيتوها، في حاجه استقرتوا فيها. يعني انا هديكوا امثله. انا مثلا اشتغلت مثلا في حياتي مش كتير قوي، بس اشتغلت يعني اشتغلت حاجات ليها علاقه بالماركتينج. اغلب الحاجات كانت ليها علاقه بالماركتينج بس في مجالات مختلفه، ماشي. يعني مثلا زي الحاجات اللي هي الريال استيت، شغل السيلز والعقارات والشقق، الناس اللي عايزه تشتري شقق والكلام ده، كان شركات بتشتغل في الموضوع ده. وشغل بقى التسويق الالكتروني على السوشيال ميديا، وبنزل اعلانات وبرد على العملاء في التليفون، وبقابل العملاء لما بيجوا المكتب، وهكذا. ايه، اشتغلت في ده فتره، خلاص لقيت ان انا مش نافع معايا الموضوع ده تماما.
ليه بقى؟ هقول لكم ده ممكن ينفع مع حد تاني، كل واحد بقى ما هي التجربه هي هنا اللي انا بتكلم فيها. لما بتبداوا تجربوا بتعرفوا، عمر ما ده هتعرفوه كده بالكلام من بعيد ومن اراء ناس من بعيد. يعني انا جيت بقى لقيت الموضوع ده مش مناسب معايا، مع اني اشتغلت فيه فتره مش مناسب. حكايه الماركتنج دي انا مش بفضلها باي شكل من الاشكال، مش مناسبه معايا. والتعامل مع الناس ومع العملاء وكده مش مناسب معايا خالص. عايز حد عنده طولة بال. طبعا انا كنت بعمل كل الحاجات دي، يعني كنت بعمل كل الحاجات دي، طولة بال وضبط نفس الكلام ده، لكن ما قدرتش اكمل بقى ان انا افضل كده. في ناس لا عندها الحكايه دي تقدر خلاص. وانا كلامي هنا يا جماعه يعني للبنات اكتر او للشباب الصغيرين، او حد مثلا عايز يعمل حاجه اضافيه كويسه بجانب الشغل بتاعه، للشباب او للرجاله. بتشتغلوا اي حاجه مالهمش علاقه، المفروض يشتغلوا اي حاجه، اي شغل كويس محترم. فالرجاله مالهمش علاقه بالكلام ده، لان انا ضد الشباب والرجاله اللي بتبتدي ان هي تقعد تتنقل من شغل لشغل، وتبتدي ان هي تقعد ما تشتغلش، وتبتدي ان هي، انا ضد الكلام ده خالص. الراجل غيرنا، الراجل لازم يكون مسؤول في الحكايه الماديه دي، وينزل ويشتغل شغلانه واتنين واكتر في نفس الوقت خلاص. فانا لو سمحتوا، بس عشان كده انا بوضح الحكايه دي من البدايه. انا يعني الحاجات والحركات والكلام ده يعني ما ينفعش خالص يبقى ليه علاقه بالرجاله، ويقعدوا يسيبوا بقى الشغل والاصلي والله الشغل مش عارف ايه، واصلي ما ينفعش الكلام ده. احنا بنعمله، احنا مش ملزمين ان احنا نشتغل، مش ملزمين ان احنا نصرف على حد يعني بمعنى اصح. ولو عملنا الموضوع ده كان احنا بنشتغل، كان احنا بنحقق نفسنا، يعني تحقيق للذات، تحقيق للشخص ان هو بعد التعليم اللي اتعلمه، بعد الحاجات دي، ان هو بيعمل حاجه مفيده في حياته، في معنى لحياته. علشان كده في مجال شويه للتجارب والاختيارات والبتاع والافكار وكده، فاهمين؟ لكن الرفاهيه دي انا ما بحبهاش تبقى عند الرجاله بصراحه، غير لو بجانب ان هم ملتزمين وبيشتغلوا حاجه، بيشتغلوا شغل واتنين وبيعملوا اللي عليهم، عايزين بقى ياخدوا افكار يعملوا حاجه جانبيه، ما تكونش حاجات فيها ريسك يا جماعه خلاص. لان في ناس بتاخد الكلام بشكل غلط، تعمل حاجات فيها ريسك الفشل، وريسك الفشل وبيبقى هو حالته اساسا ما تسمحش بان هو يفشل، وان هو يروح يضيع فلوس اصلا، لان هم دول الفلوس اللي حيلته. وفي ناس مسؤوله منه بيصرف عليهم مثلا، او متجوز او عنده اولاد او الكلام ده، او بيصرف على اهله او كده. ما ينفعش، يفكر 1000 مره. لكن اللي عنده رفاهيه دي يعمل كده خلاص. كده هرجع تاني اكمل الحكايه بتاعتي انا، بتاعه الشغل بقى اللي انا كنت بشتغله ده. فطبعا انا مش مناسب معايا زي ما قلت لكم خلاص بحاجات كتير جدا بقى. فالمهم ايه، خلاص بس اديت نفسي وقت وجربته والكلام ده كله. جيت اشتغلت بعد كده برضو ماركتينج في اللي هي الهايبر ماركت، اللي هم بيبقوا اسمهم أشر. لو تسمعوا عن الوظيفة دي، بنبقى موجودين في أي مكان، سوبر ماركت مثلا كبير أو أيا كان، يعني مكان بيبيع أي حاجة، وبنبتدي إن احنا بنعمل برضو ماركتينج للمنتج بتاعنا أيا كان هو، واحنا موجودين في المكان بقى نفسه. غير بقى الشغل العقارات ان احنا بنبقى عن طريق النت وعن طريق التليفون وكده خلاص. هتلاقوا في الغالب الشغل ده هتلاقوه في الكارفور، في فتح الله عندنا في اسكندريه، هتلاقوا في الساحل، الحاجات دي هتلاقوا بنات بيعرضوا كده منتجات. المهم انا اشتغلت ده كذلك برضو، ما ناسبنيش، لانه هو في نفس حته الماركتنج اللي انا مش بحبها خالص، ما نفعتش معايا خالص يعني. تمام. طيب حكايه ان انا اقعد ادور على حد يا جماعه علشان ان هو يشتري، يعني دي بالنسبه لي مرهقه نفسيا جدا جدا. اشتغلت تيلي سيلز، دي بيبقى عن طريق التليفون، بيبقى معانا داتا عملاء كده خلاص، نقعد بقى نتصل بيهم ونعرض عليهم العروض بتاعه العقارات، الشقق اللي موجوده دلوقتي اسعارها ايه، ولو هم عايزين يرجعوا يشتروا الكلام ده. برضو نفس الفكره، فضلت ان انا الف في نفس الفكره كده لغايه لما انا اديت نفسي فرصه، اتاكدت انه انا ده مش مناسب معايا. ده طبعا مش بقول ان دول فيهم مشكله، طبيعه الشغلانه بتاعه الماركتنج دي لا خالص، هي يعني انا مش مناسبه معايا، لكن ممكن جدا تبقى مناسبه مع اي حد. وزي ما قلت لكم، انا وقت لما اكون عايزه
يعني انا دلوقتي عايزه فلوس مثلا او انا بصرف على نفسي، طبعا انا مع ان احنا نشتغل اي شغل كويس ومحترم زي ما قلت لكم طبعا. حكايه ان الواحد يبقى محتاج ماديا دي بتلغي بقى ايه مساله الدلع دي شويه، يعني مش مليهاش مجال بقى ساعتها. بنبقى كده جدعين وبنعمل ايه شغل كويس وبننزل نشتغل في اي حاجه كويسه محترمه بتجيب دخل شهري، بتبقى تمام خلاص. فانا دول يعني خلاص كده بطلت بقى، يعني غيرت بقى الحاجات دي كلها. فضلت كذا سنه على فكره بشتغل في الحاجات دي، في شغل الماركتنج ده، ايه بتنقل من شركه للتانيه، بدي نفسي فرصه برضه، يعني باخد خبره كمان، كنت متخرجه. وبعدين حكايه الخبره مهمه على فكره، في ساعات شغلانات انتم مش بتستفيدوا منها حاجه قوي، او هي بتبقى اساسا انتم مش حابينها، بس بتاخدوا خبره وبتعرفوا نفسكم، بتعرفوا بيبقى عندكم علاقات اجتماعيه، بتتعاملوا مع الناس، بتتعاملوا مع سوق العمل. يعني خدت ايه شويه حاجات تانية كده جانبيه حلوه. بعدين لقيت نفسي في حكايه صناعه المحتوى دي، خلاص قررت ان انا اعمل فيديوهات، وقلت ايه انا هجرب برضو، يعني قلت انا هجرب في الموضوع ده. بصوا يا جماعه، الحاجه اللي انتوا بعد ما بتقعدوا تجربوا شويه حلوين كده بتبصوا تلاقوا الحاجه اللي انتوا بتحبوها ان انتوا مستمرين فيها، قادرين تستمروا. يعني انا عندي الشانل بتاعتي دي بقالي بصوا من 2021، من اخر 2021 يعني 2022 كلها، 23 كلها، 24 اهو احنا في شهر 9، يعني نقول 3 سنين استمرار. هو ده بقى كده ازاي الواحد يقدر يحدد هدفه، هو ده الحاجة اللي بنقدر احنا كبنات نستمر فيها حتى لو التطور فيها بطيء. يعني زي ما قلت لكم انا الموضوع بالنسبة لي ما كانش مادي على قد ما هو حاجة بحبها، يعني حاجة بحبها، عشان كده ايه انا مستمرة في الموضوع، مكملة، يعني بحس ان انا بعمل حاجة مفيدة، مبسوطة، كل الكلام ده. انا عندي افكار كتير، انا من الناس اللي كل الحاجات اللي بتكلم فيها هنا على الشانل كل دي من اهتماماتي، وعندي بقى ايه يعني معلومات كتير بقى عنها خلاص. فده المثال اللي انا حبيت اقوله لكم علشان تعرفوا ايه الفكرة في الموضوع ده. جربوا تجارب بقى، تمام كده. طيب موضوع يا جماعة، طب لو سألتوني هتقولوا لي طيب القنوات اللي هي بتاعت يوتيوب والكلام ده والسوشيال ميديا عامة اخبارها ايه في حكاية الفلوس؟ بصوا ده موضوع عايز بودكاست تاني لوحده، فلو انتوا عايزين تعرفوا فعلا اجابة السؤال ده اكتبولي في التعليقات، لانه طويل مش هينفع ارد كده سريعا دلوقتي، لكن هو شغل طبعا وبيجيب دخل وكل حاجة، بس يعني كان باستفاضة مش هينفع خالص ارد عليه دلوقتي. عايزة اكمل الموضوع اللي انا بتكلم فيه، ولو انتوا عايزين اكتبولي وايه ونعمل بودكاست بقى مفصل واقول لكم بالظبط ايه اللي حصل معايا وانا ليه مكمله، والموضوع مجزي مش مجزي، كام، التفاصيل دي كلها. طيب الحاجه اللي بعدها، بعد ما تقعدوا بقى تجربوا من غير تردد، يعني نبتدي ان احنا نجرب، مش هنخسر حاجه. دايما نحاول ان احنا ايه، دايما الناس بتحب منطقه الراحه بتاعتها اللي هم متعودين عليها، ما يحبوش يجربوا يغيروا، بس من غير ريسك يا جماعه. خليني بقى ان انا اكون معاكم واضحه وصريحه، ما نروحش نجرب مشاريع، لان انا ضد المشاريع. مفيش حد يروح يجرب، مش هندفع فلوس، خلاص اخرنا ان احنا ناخد كورس، احنا مش هندفع فلوس. نجرب ان احنا نشتغل، نجرب ان احنا ناخد كورس، ده اوكي ماشي. لكن بقى تروحي تعملي لك مشروع، المشاريع اغلبها بتفشل. يعني حتى حكايه الشانل والقنوات والسوشيال ميديا والكلام ده ما فيهوش فلوس، انت مش بتدفعي حاجه. واهم حاجه برضو انه يكون محتوى كويس، محتوى هادف، حاجه مناسبه، مش اي هلس وخلاص. ممكن حاجه ترفيهيه طبعا، لكن بعيدا عن الابتذال والقرف اللي احنا بنشوفه دلوقتي، كلكم اكيد متابعين وبتشوفوا يعني خلاص. طيب فشيلي بقى موضوع المشاريع ده من دماغك خالص، شيليه من دماغك خالص، ما ينفعش يعني بكل الاشكال. الحاجات اللي انا بقولك عليها دي هتوصلك ان انت تروحي من حته لحته لحته وتبقي احسن بالوقت،
ممكن توصلي للحكايه دي والحكايه ان انت تبقي فعلا بيبقى عندك دخل حلو من غير حكايه ريسك المشاريع دي. اسالي اي حد كده واغلب الناس، وما تبصيش على حالات بسيطه وتقولي ده نجح او دي نجحت، دي استثناءات، كلها استثناءات. لو بصيتي واتكلمتي مع اي حد وشفتي حواليكي كلها حاجات بيضيعوا فلوسهم وبتفشل. وانا عايزاكم تبعدوا عن الحاجات اللي على السوشيال ميديا اللي هي ليها علاقه بايه، تدخلوا تدفعوا معرفش كام ويجي لكم كام عليه وهكذا، وفي الاخر بيطلع الحاجات دي نصب يا جماعه. خلاص محدش يعمل الحاجات دي خالص. طيب ايه كمان؟ ما تتكلموش بقى كتير، يعني حاولوا ما تتكلموش كتير انتوا ناويين تعملوا ايه، مش حلو، لان دايما الكلام بيخلي عليكم لود ان انتوا لازم تحققوا اللي انتوا بتقولوه. كمان من ناحيه تانية ممكن جدا تلاقوا احباط، ممكن تلاقوا حد بيحاول يقلل ولا ونجرب ايه ومش عارف ايه، يديكوا يعني باد فايبس كده، يعني طاقه كده مش حلوه، فتكسلوا اكتر ما احنا اساسا بنبقى مكسلين والحياه صعبه والحياه مش ناقصه. فاحنا في هدوء كده بنعمل التجارب بتاعتنا، دي مره بتفشل دي مره بتنجح، بتنجحي في الشغل ده ما بتحبيش ده بتلاقي نفسك تمام في ده، لكن طول الوقت نكون بنشتغل. انا طبعا يعني مع جدا ان كل الناس تكون بتشتغل. انا في الاول ليه قلت الشباب والرجاله كلهم ملهمش علاقه باللي انا بقوله، لان انا بقيت بشوف شباب للاسف ورجاله كمان يعني للاسف ما بيستقروش خالص في حكايه الشغل، وده غلط، ده غلط، ده من ضمن القوامه بالنسبه للراجل، الموضوع ده ما فيهوش هزار. فبقيت بشوف مشاريع فاشله وكل شويه عايزين يجربوا ويغيروا ويعملوا ويقولوا اصل والله هنا الشغل مش حلو وهنا مش عارف ايه. ما ينفعش، الدلع مش مسموح عند الرجاله، بنتحمل يعني، ما ينفعش بكل شكل من الاشكال. بقى الموضوع ده سخيف جدا، بقى بيجيلي رسائل وبيجيلي اسئله كتير جدا. وكنت متكلمه في رمضان اللي فات او تقريبا اللي قبله، كنت عرضت شويه مشاكل ليها علاقه بالموضوع ده. يعني تبقى بنت مخطوبه وتبعت لي تقولي ده هو والله ما بيستقرش، ده هو كل شويه يشتغل هنا ويشتغل هنا ويشتغل هنا. هو ان الواحد يبقى بيشتغل طول الوقت ده مهم حتى لو بيتنقل، بس طبعا انا بفضل ان يبقى فيه شويه استقرار. والسلبيه بقى والشكاوي الكتيره، اصل والله ما فيش شغل، اصل والله مش عارف ايه، ما فيش حاجه اسمها ما فيش شغل. في شغل، في شغل بس مش على هواك بقى، يعني في شغل بس مش على هوا الشباب. عايزين يشتغلوا شباب مديرين، عايزين ايه كلهم يبقوا خلاص في شغل ومرتب بسيط، خلاص احسن من ما فيش. يعني انا يعني الشباب ما لهمش علاقه باللي انا بقوله لو سمحتوا يا جماعه. خلاص اخرجوا من الفيديو لو انتوا دخلتوا البودكاست اطلعوا، هو ملوش علاقه بيكم. ما يروحش بقى واحد يفتح لي شانل ويقول لي انا والله هو ده شغلي، ده كلام، ده تعملوا حاجه جانبيه مع شغلك الاساسي اللي انت موجود فيه، حاجه جانبيه. نعمل ماشي حاجه جانبيه، ما نعملش حاجه جانبيه مشاريع زي ما قلت طول الوقت. مشاريع بشوف في يعني مشاريع طول الوقت، مشاريع ومشاريع تفشل ويقعدوا يخسروا فلوس طب ليه ما حدش عايز يشتغل في يعني عند حد؟ ليه الناس كلها عايزه تبقى هي المدير، عايزه تبقى هي الاونر؟ يعني ايه ده؟ فانا بصراحه ده يبقى بودكاست تاني يعني دي من الحاجات اللي انا ضدها تماما. خلاص فخليني انا ارجع تاني للنقطه اللي بتكلم فيها، وهي ما تتكلموش كتير. امشوا في التجارب بتاعتكم الى ان تلاقوا حاجه انتوا مناسبه ليكم. تمام. حاولوا كمان مهم جدا يا جماعه تقللوا من الناس المحبطين يعني في حياتكم عامه، دي حاجه مهمه قوي. وما تسمعوش نصايح كتير غير من الناس اللي اوريدي ناجحين في حياتهم. لو انت عايزه تطوري في حياتك دايما لما تيجي اسمعي لحد يكون هو اوريدي ناجح في حياته. ما تروحيش تسمعي لواحده صاحبتك تكون هي اساسا فاشله في حياتها وما عملتش اي حاجه خالص وراحت اتجوزت وخلاص وقاعده وهو ده، وتاخدي برايها. يعني هتقولك ايه معلومه مفيده؟ لا طبعا. فلازم مهم ان احنا نختار بنسمع نصيحه من مين. طيب كمان ايه بقى مهم؟ نكتب شويه، يعني ممكن نكتب. يعني بصوا انا بصراحه يعني مش مع قوي حكايه الكتابه ونقعد نكتب الاهداف
يعني بحس ان الناس بتقعد تعمل القصة دي في الاخر ايه، بيحصل تسويف كده وتكاسل والكلام ده كله. بس خليكم عارفين يعني خلاص وصلتوا عرفتوا انتوا حبيتوا ايه بالظبط، جربتوا حاجات معينة وصلتوا لقيتوا نفسكم مثلا خلاص حابين ده وهتكملوا في ده والكلام ده كله. وخليكم عارفين يا جماعة حاجة مهمة جدا جدا قبل ما اكمل، ان كل الناس، يعني مش كل الناس، يعني احنا كبنات الحياة بشكل عام مش سهلة، يعني الحياة بشكل عام مش واردي، يعني ما تتخيلوش انه لا الحياة صعبة طبعا. يعني الحياة بلاش يعني اقصد التوقعات الحلوة زيادة عن اللزوم، عشان لو حصل عكسها ما تبقوش ان انتوا بتتفاجئوا. يعني ممكن تقسموا الحاجات لخطوات، يعني مثلا انتوا قررتوا ان انتوا، هديكم مثال على نفسي، خلاص انا مكملة في موضوع صناعة المحتوى، فببتدي ان انا علشان ايا كانت، ممكن الاهداف تبقى صغيرة، ممكن يبقى الواحد عايز ان هو مثلا يقلل من وزنه، ممكن حد يبقى عايز ان هو يحسن عباداته، في حاجات كتير طبعا. فبنقسم لخطوات، بنقول ايه والله انا هعمل مثلا، عايزة دلوقتي في صناعة المحتوى عايزة ان انا اصور فيديوهات، اسجل، فهسجل كام فيديو في الاسبوع على حسب، محتاجين وقت قد ايه، محتاجين اسجلهم امتى، وقت المونتاج امتى، وقت الرياضة بتاعتي امتى، مثلا الاكل الصحي ده مهم جدا. بصوا ده من اهم الحاجات بجد، ده للصحة العامة لحياتكم بشكل عام. اصلا انا مع ان احنا ناكل براحتنا بس مش طول الوقت نعك، يعني مش طول الوقت، يعني جسمكم هيبوظ بجد يا جماعة. يعني خصوصا احنا البنات الموضوع بيبقى مش حلو، بيبقى كله بيتكون، بيبقى دهون بعد كده، خلي بالكم بتحصل سيلوليت وبيحصل ستريتش ماركس في الجلد بسبب زيادة الوزن. كل الحاجات دي خلي بالكم منها، يعني الجمال مهم عند البنت يعني، والصحة العامة كمان. يعني حكاية الدهون والكلام ده، الصحة العامة دي مهمة، بتأثر طبعا على حاجات كتير في صحة البني آدم، كوليسترول ومشاكل كتير تانية. فطبعا في غنى عن كل الكلام ده، يعني ممكن نقلل دهون، نقلل السكر اللي احنا بنحطه في الحاجات، يعني وهكذا. خطوات بقى اقصد اقول، يعني اهي خطوات، نبتدي ان احنا نرتب الخطوات. بيحصل اوقات كسل، بيحصل اوقات عك، ده مسموح بيه، يعني اتس اوكي، هيحصل. بس المهم ان احنا ايه، نرجع تاني. الاستمرارية دي مهمة، احنا نرجع تاني نكمل، نسمح لنفسنا عادي نعك ونرجع تاني، هكذا يعني انا ساعات تلاقوني ما بسجلش فيديوهات، يعني بيحصل عندي مشاكل معينة، عندي مثلا تعبانة، ايا كان، يعني بتحصل حاجات طبعا، وارد جدا. فما نحسش بالفشل، يعني نجرب تاني طول الوقت. شخصية البني ادم اصلا بتتكون يا جماعة من التجارب، فده في حد ذاته انا بشوفه حلو، يعني بشوفه انه ميزة مش غلط ابدا. فمثلا نيجي نقول كده ايه 3 شهور، نبتدي ان احنا نحط خطوات الاسبوع. يعني في ناس تحب تحط خطوات للشهر، 3 شهور، 4 شهور، انا بحس ان كده هتلخبطوا نفسكم. خطوات للاسبوع، يعني نحط الهدف الاساسي ونقسمه لخطوات. هدف الشهر مثلا ده هتشتغلي في مكان، فهتبقي بتدوري بتشوفي عايزه تشتغلي ازاي، هتدوري في الجروبات بتاعه الوظائف وهكذا، كورس معين، الكلام ده كله. طبعا بقى ايه مهم ان احنا نقسم الحاجات الاهم فالمهم، الاولويه بقى نبتدي نشوف ايه اهم هدف من اللي انا حطيتهم دول. اهم واحد اللي هو الشهر ده لو عدى وما عملتهوش يبقى انا متضايقه، ده اللي ايه نركز عليه، وهكذا نبتدي نعمل بالشكل ده. نعمل حساب المشاكل اللي ممكن تحصل تعطلنا شويه، يعني نقول خلاص لو حصل كده هعمل كده، يعني ندور على حلول، يعني بلان بي لازم، ده مهم. خلاص يعني بلان بي دي زي ايه، هديكم مثال على نفسي برضو عشان تفهموا انا اقصد ايه. لو انا دلوقتي عامله حسابي ان انا لازم هنزل مثلا
طبيعة الشغل بتاعي، لان شغل اليوتيوب والسوشيال ميديا لازم عليه الاستمرارية بشكل معين. لو انا حددت خلاص وهنزل فيديو في وقت معين او هسجل وحصلت عندي ظروف معينة وما سجلتش، ظروف ساعات ظروف خارجة عن قدرة الواحد، يعني ساعات كانت الكهرباء ايام ما كانت بتقطع، ساعات يحصل مشكلة في الانترنت، ساعات حاجات زي كده يعني، يحصل مشكلة في الصوت، يحصل مشكلة في اي حاجة تبوظ المهم ايه، تبوظ الفيديو اللي انا هعمله. ببقى انا عندي فيديوهات اوريدي انا مصوراها في ايام تانية انا اكون نشيطة فيها واكون، فهو ده البلان بي، ان انا باخد دول ببقى انا اوريدي رافعاهم اصلا على الشانل علشان لو حصلت مشكله في النت، بس عاملاهم اللي هم برايفت يعني محدش يقدر يشوفهم لسه، فبعد كده احولهم ان هم يبقوا بابليك بقى، ما اجي في اليوم اللي انا محتاجه انزل فيه فهمتوا، يبقى انا حليت المشكله بالشكل ده خلاص. وساعات ما تظبطش معايا خالص يعني، وارد يعني، بس بحاول اقلل من الحكايه دي على قد ما اقدر. انا عايزاكم تكتبوا لي في التعليقات وتقولوا لي لما احنا اتكلمت معاكم شويه كده ايه الاهداف اللي جت في بالكم، فكرتوا في ايه يعني، كتبتوا ايه، ايه الخطوات اللي عايزين تعملوها بشكل يومي تحسنوا من الحياه بشكل عام. اكتبوا لي في التعليقات. مهم جدا جدا ما نكتبش اهداف عامه، بمعنى ايه، لازم تقسموا الهدف لحاجات صغيره، يعني ما تقوليش انا عايزه اخس مثلا، طب لازم تقسمي بقى، يعني انا لسه قايله من شويه بقى تفاصيل خطوات قد ايه اصلا. لو افترضنا ان حد عايز يخس، يعني في حد عايز يحافظ على وزنه، انا مثلا ده مهم على فكره، لان اصلا انت لو ما خدتيش بالك قلتي انا وزني تحفه وفظيع وما حصلتش، وبداتي تعكي، وزنك مش هيبقى تحفه وفظيع وما حصلش، هيبقى وزنك زياده، هيزيد، هتبتدي تلاقي محتاجه ان انا اتابع كل شويه، عندي الميزان محتاجه ان انا اتابع علشان اي عك يحصل ارجع على طول اظبط الدنيا. لكن ده اللي بيخلي الواحد يسرح في حاجات كتير، انه يسيب الدنيا خالص. مثلا هديكم مثال تاني، لو حد عايز يبطل عصبيه، يعني ساعات يكون الحاجات اللي احنا عايزين نبطلها في حياتنا او نعملها حاجات بسيطه، مش كلها حاجات كبيره، وهو ده الصح، ان احنا الحاجات البسيطه دي ما تستقلوش ابدا بيها. يعني انا كنت قريت الكلام ده في كتاب، يعني الخطوات الصغيره جدا دي اللي بتخلي بعدين تحصل تغييرات كبيره، عمر التغييرات الكبيره ما بتحصل لوحدها. مثلا حد بيقول ان هو عايز يبطل يتعصب بشكل اوفر، او حد تاني عايز يبطل طاقة سلبية، شكوى كتير، حد تاني عايز يبطل ان هو يعمل مشاكل مع الناس، في ناس بتحب كده، يعني دي كلها حاجات. فبيقولوا مثلا ايه، حد عايز يبطل عصبية، خلاص يقول بقى انا هعمل كده ازاي وايه الخطوات، ولو حصل موقف مثلا هتصرف في الموقف ده ازاي، وهكذا. ده ايه المثال اللي بعد كده. مهم جدا ان احنا بلاش نأجل، يعني بلاش نقعد نقول ايه من بكره هبتدي، لا من دلوقتي. دي حاجه انا اتعلمتها، انه من دلوقتي بتقومي تعملي اول خطوه اللي تناسب الوقت اللي انت فيه حاليا. شوفوا الفرق في حياتكم بجد، يعني اعملوا كده وجربوا. عايزه حتى لو عايزه ترتبي اوضتك، شوفي حتى لو اللي عايزه تعمليه ده حاجه بسيطه، ما تقعديش تقولي بعد بكره الاسبوع الجاي، تقومي في ساعتها على طول. كمان مهم يا جماعه نعرف مفيش حاجه بتيجي بالساهل، الحياه محتاجه مننا تعب علشان نحقق. يعني مثلا هديكم مثال بنفسي، ما هو بما ان مفيش امثله غيري هضطر ان انا لما انتوا تكتبوا لي بقى تحت اللي حصل معاكم كده علشان ابتدي اقول الحاجات دي فيديوهات، اعملوا كده، ابعتوا لي على انستجرام على الرسائل، او على فيسبوك برضو على البرايفت مسج يعني، او في التعليقات طبعا. وطبعا انا مش هقول اسامي لو انتم مش عايزين، او حتى يعني كده انا مش هقول اسامي حد عشان ما حدش، يعني الخصوصيه بتاعه البنات وكده. هدي الافكار، هقول حتى لو عندكم مشاكل واقول لكم افكار وارائي فيها وممكن تحلوها ازاي. كمان ممكن البنات تحت تلاقوا في التعليقات ناس بترد عليكم تديكم افكار وهكذا. فانا هديكم مثال بنفسي. انا مثلا الشانل بتاعتي دي لما انا جيت عملتها من 3 سنين كانت صفر مشاهدات،
0 متابعين. هي معلهاش مليون حد اكيد دلوقتي، بس كانت 0. دلوقتي بقينا نص مليون تقريبا اجمالي المشاهدات على كل الفيديوهات اللي عندي. اقصد اقول خلاص يعني كل الفيديوهات اتشافت في حدود تقريبا نص مليون او 400 الف حاجه كده. كان 0 مشاهدات الاول، والعدد اللي هم المشتركين كان 0. دلوقتي 2400 تقريبا، 2500 حاجه كده. طب دول جم منين اصلا؟ هو كده يعني جم من ايه؟ من الاستمرار والتعب. انا لسه كنت بقول لكم مفيش حاجه بتيجي بالساهل. استمريت، كملت. على فكره بتلاقوا ناس كتير تقول لكم ايه اي كلام ده يعني، بس بنستمر يعني. خلاص طالما الواحد، هي دي الفكره. وهكذا، وطول ما انا مستمره وطول ما بيحصل تقدم تقدم تقدم، حتى لو بسيط. ساعات بيجي اوقات بيزيد بيضرب بيبقى حلو يعني. ربنا ما بيضيعش عامه تعب حد. فده ابسط مثال يعني، مثال صغير كده حبيت ان انا اديهولكم. مهم جدا يا جماعه قد ايه السيرش واهميته. في موقع اسمه هاو، ده حلو قوي. ده يعني بيديكوا خطوات لاي حاجه انتوا عايزين تعملوا لها خطوات، يعني اي هدف معين عايزين تعملوا له خطوات لو انتوا بتحبوا الحاجات دي. فالسيرش مهم جدا. معلومات طول الوقت، طول الوقت معلومات. ازاي الواحد بينمي عقله، ازاي الواحد بيطور عقله بالمعلومات. زي ما الواحد بيطور من شكله، بيطور من لبسه، بايه؟ بالاطلاع. الاطلاع ده من اهم الحاجات. فكل حاجه انتوا مش عارفينها او عايزين تعرفوا تعملوها ازاي، سيرش، جوجل وسيرش. هعمل معاكم ديل. هاجي بعد اقول ايه مثلا، لا 3 شهور كتير. البودكاست اللي جاي هنزل لكم كده حاجات زي على المنتدى هنا بتاع الشانل. هشوف وصلتوا لايه، ايه الخطوات اللي عملتوها يعني، تقولوا لي وانا كمان هقول لكم. البودكاست اللي جاي هقول لكم والله عملت كذا وكذا وكذا، في الجانب ده عملت كده، في الجانب ده وصلت لكده ايه. وبعتوا لي صور للحاجات اللي انتوا بتعملوها، وهنزلها على كمان انستجرام ممكن في الستوري عندي وكده، ونبقى زي بشجعكم كده، ونشجع بنات تانية كمان. خلاص ممكن كمان اطلع معاكم لايف. انا حكايه اللايف دي بحبها قوي، وابتدي ايه ارد عليكم في ساعتها بقى، ونشوف كده نتكلم مع بعض. لايف تحفه، من احلى الحاجات. طيب بصوا بقى، دايما انا بتكلم عن وقت الفراغ وكوارث وقت الفراغ. في كده حاجه بتقول نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك هي بالباطل. هي شرحت نفسها، انا مش محتاجه ان انا اشرح. خلاص دلوقتي فعلا الباطل ده يعني، الباطل ده حاجات كتير يعني، حتى لو مش هتعملوا حاجه يعني، ما هو ده كده مش صح، اهو تضييع وقت يعني، فاهمين؟ ففعلا لازم نملى دايما وقت الفراغ بحاجه مفيده. دايما انا بفضل الشغل، انا بفضل ان الناس كلها تبقى منتجه، بتنتج حاجات، بتشتغل، بتعمل حاجه. مش يعني مش لازم مشروع، مش قصدي، بنشتغل مفيدين، بنعمل حاجه، بنقدم حاجه. بجد احساس فظيع، احساس حلو جدا جدا. خلاص يعني ده ممكن نبقى بنساعد حد، ممكن نبقى بنعمل خير معين. في حاجات كتير لموضوع ان الانتاجيه ده، او ان الواحد يبقى بيعمل حاجه مفيده، الواحد يبقى طيب وخير اصلا مع الناس. ده في حد ذاته حلو جدا ومهم. املوا وقت الفراغ عندكم اختيارات كتير. ممكن حاجات ليها علاقه بالرسم، حاجات ليها علاقه حتى يعني الرفاهيه والتسليه دي ليها جانب طبعا مهم. الكواليتي تايم والمي تايم، واحد يبقى عنده وقت كده للاهتمام، للعنايه، بتعملوا روتين للبشره، بتعملوا روتين للشعر، وهكذا. كل دي حاجات مفيده، بتستثمروا برضو في نفسكم. ممكن نستثمر في الناس اللي حوالينا كمان، نعمل حاجات مفيده للناس، تتعلموا حاجات ليها علاقه بالكمبيوتر. كل الحاجات دي على فكره ممكن مش لازم كورسات وتدفعوا فلوس. كل الحاجات دي على السوشيال ميديا، يعني كلكم بتشوفوا دلوقتي قد ايه السوشيال ميديا
تقدروا تتعلموا كل حاجة، يوتيوب وحاجات تانية كتير، كورسات موجودة كاملة عن كل المواضيع. ممكن حفظ قرآن، ممكن حاجات كتير جميلة ومفيدة بصراحة. مهم بقى جدا يا جماعة ثقافة الانفولو. خلاص دي انا بتكلم عليها واتكلمت عليها يمكن من سنة او سنتين في فيديوهاتي برضو. يعني ايه يا جماعة الموضوع ده؟ الغاء المتابعة. يعني انا بشوف ناس بتتابع ناس عجيبة، يعني ناس بتقدم حاجات مش مفهوم ده ايه. طب انتوا بتتابعوا الناس دي ليه اصلا؟ انتوا تعرفوا قد ايه ده بيأثر على جودة الحياة بتاعت البني ادم اللي هو بيشوفه. يعني دايما عندنا العقل الباطن ده، بتتابعوا ايه وبتتابعوه ليه؟ ده مهم تسألوا نفسكم. اي حد تشوفوا ان هو ايه اللي انا بتابعه ده اصلا، يعني لازم تشوفوا هل ده بيفيدني بايه، بيديني طاقة ايجابية، هل ده بيعمل نوع من انواع الفان التسلية او الكوميديا، اوكي. بيعلمني حاجة، خلاص اوكي. غير كده لا، يعني غير كده لا. حد بيقدم حاجات طاقات سلبية، حد بيقدم حوادث، حد بيقدم كوارث، حد بي مثلا في محتويات عجيبة دلوقتي، مش عايزة اتكلم عن حد بس يعني انتوا اكيد فاهمين انا اقصد ايه. فخلاص ايه الفايدة ان انا يعني مثلا اقعد اتابع مش عارف حياة ايه وحياة، يعني ايه الاستفادة في حاجات ما فيهاش فعلا استفادة يعني. فده مهم، ده بيأثر ساعات، بيعمل احباط على فكرة. متقعدوش تتابعوا حاجات فظيعة جميلة جدا، لان ده مش لذيذ برضو. ساعات يعمل احباط لما تيجي تبصي تلاقي ان انت قاعدة في مكان بسيط وحياتك بسيطة، ساعات يخلي البني ادم يفقد الرضا من حياته، تنسي الحاجات الجميله اللي في حياتك، تقعدي تبصي بس للحاجات اللي مش موجوده. خلي بالكم من الحاجات اللي بتتابعوها، والله العظيم دي كارثه كارثه، الحاجات اللي احنا بنتابعها دي. فركزوا ركزوا ركزوا. يعني انا تلاقوني مثلا هديكم امثله، انا تلاقوني مثلا بتابع ايه، حاجات بتاعه الرياضه، تمارين رياضيه، دي الحاجات اللي تعملها فولو. حد بيقول تمارين رياضيه مش عارف لايه وايه للبطن، وتمارين تعملوا دي ايه في البيت، والكلام ده كله جميل. بتابع حاجات كده لذيذه، حاجات فان، حاجات كوميديه بس حلوه، مش حاجات المبتذله. يعني ايا كان بقى ايه اهتمامات كل واحد، يعني مش لازم تبقى اهتماماتكم زيي. خلاص. فالموضوع ده بيأثر على جوده الحياه. حد محفز يا جماعه، حد دايما الواحد لما بيتابع حد محفز، حد جميل، حد نظيف، حد مش عارف بيعمل ايه، بتتشجعوا ان انتوا كمان تقوموا تعملوا مش عارف ايه، تقوموا تشتغلوا، تقوموا بتاخدوا الطاقه، الفايبس دي بتتنقل. فلما تكون الحاجات اللي بتتابعوها وحشه، طبيعي ان اللي هيتنقل حاجات سخيفه، طاقات سلبيه، احباط، كسل، وهكذا. طيب كفايه تضييع للوقت بقى بجد. يعني الوقت ده اغلى حاجه فعلا في حياتنا، فعلا الكلمه دي بجد مش كليشيه، ده بجد. كفايه ان احنا نقعد نتابع مسلسلات زياده عن اللزوم. لو انتوا بتحبوا تتابعوا عادي تابعوا، لكن ما نقعدش نخلص المسلسل يعني كأننا داخلين مسابقه، اصل خلصنا المسلسل ده في يوم، ده خلصناه في يومين، ده طب ما ده كل ده وقت بيضيع. طب ما احنا ممكن نتابع المسلسل بس على فتره عادي، بحيث ان احنا يبقى الوقت بتاعنا، اليوم بتاعنا في مجال ان احنا نخلص الحاجات اللي ورانا. خلاص. طيب تبصوا بقى كده ايه، نظرة كده على، ببص كده على كل دوائر حياتي، دايرة العبادات، ربنا، اهلي. تبصوا على نفسكم، تشوفوا محتاجين تظبطوا ايه، تصلحوا ايه، فطباعكم، عاداتكم، شكلكم، وزنكم، بشرتكم، شعركم، ايه اللي مضايقكم بهدل محتاجين تظبطوه. الصداقات، لو مرتبطين، لو زوج او خطيب، نعمل توازن، نحاول ان احنا نعمل توازن بين الحاجات دي. حاجة مهمة قوي برضو يا جماعة، مستواكم الدراسي او تعليمي لا يحدد قيمتكم ابدا. مهم وحلو ان احنا طبعا نتعلم، والتعليم ما بينتهيش على فكرة. يعني لو الفرصة جات لكم ان انتوا طبعا تكونوا تتعلموا، اكيد اتعلموا، لكن لو الظروف خلاص ما سمحتش بحاجات معينة وعدى الوقت، ما نقعدش نندب بقى حظنا، لا، عندنا دايما بلان بي اللي قلت لكم عليها، ان احنا نقعد نتعلم. ان احنا، انا اعرف ناس بتتعلم لغات، مع ان انا بشوف يعني، بصوا بتتعلم لغات، كذا لغة، تبقى هي مثلا دراستها عربي، في تقدروا كل حاجة تقدروا تعملوها لو انتوا عايزين، ولو الحاجات دي هتفيدكم، يعني انتوا شايفين ان هي هتفيدكم في حاجة معينة، خلاص. فده المستوى الدراسي ده
خلاص بيبقى ما بيحددش اي حاجه من قيمه البني ادم، ولا انتوا لابسين ايه بيحدد قيمه البني ادم، ولا انتوا اتعلمتوا ايه ولا اتعلمتوا فين. والبني ادم قيمته بتتحدد بمبادئه، باخلاقه، باحترامه لنفسه، بان هو بني ادم سوي بيتعامل مع الناس بشكل محترم، بيحترم نفسه، عارف قيمه نفسه، من غير عدوانيه ومن غير كل الكلام ده والعقد والمشاكل اللي الواحد بيشوفها حواليه دي. فدي حاجه مهمه جدا. طيب مهم يا جماعه لو الناس بتدرس نشتغل في الاجازات زي ما قلت لكم، الموضوع ده ما تنسوش ركزوا عليه، ده بيفرق جدا جدا معانا. طبعا كنت اتمنى ان انا الحاجات دي حد يقولها لي قبل كده اصلا، يعني بصراحه يعني بجد والله اعملوا الحاجات دي على قد ما تقدروا، بجد هتفرق في حياتكم. مهم ان احنا نتعلم عن ازاي نحوش الفلوس، وازاي نعمل الفلوس اصلا، ازاي ان احنا نجيب الفلوس، نقدر ان احنا نشتغل شغل محترم كويس نجيب الفلوس، نقدر ان احنا يبقى عندنا دخل، واداره الفلوس ده مهم جدا جدا. ليه بقى؟ لان في ناس بيبقى بتصرف كل اللي معاها، متعرفش ان هي تدير الموضوع ده باي شكل من الاشكال. فالموضوع ده طبعا غلط جدا جدا جدا. طب الحاجات دي ازاي؟ يعني ممكن حد يقول لي طب انا اعمل الموضوع ده ازاي؟ يعني انا فعلا ما بعرفش احوش، انا فعلا ما بعرفش اعمل حاجه مفيده. يا جماعه في افكار كتير، وده هو السيرش اللي انا بقول لكم عليه دايما. اي حاجه انا قلتها عايزين تعرفوا تعملوها ازاي باستفاضه، سيرش بقى ودوروا جوجل وفيديوهات وناس متخصصه في الموضوع بتتكلم. انا نفسي لو انتوا في اي حاجه في الحاجات دي عايزين نتكلم فيها باستفاضه اكتبوا لي في التعليقات او ابعتوا لي على الرسائل، نعمل لها بودكاست تاني اتكلم فيها اكتر بالتفاصيل. حلو كده. طيب الصحاب والعيله والعلاقات الاجتماعيه الزياده من اكتر اسباب تضييع الوقت. خلاص لازم تعملوا توازن. لو انت طول الوقت قاعده مقضيه مع صحابك، طول الوقت قاعده مقضيه علاقات وخروجات وافراح وبتاع، مش هنخلص. لازم ان احنا نكون بالتوازن، لازم ندي كل حاجه حقها. يعني في اوقات كده بيبقى غصب عن الواحد ممكن يتشغل شويه بان هو بس يحقق حاجه وبعدين يرجع تاني يتعامل تاني. وعايزه اقول لكم يا جماعه يعني الكتير في كل حاجه مش حلو. يعني دايما هتلاقوا الناس لما تبقى عايشه في نفس البيت تتخانق اكتر من الناس، وكل واحد في بيت مثلا لو اختك اتجوزت او هتلاقوا نفسكم انتوا بتتخانقوا وانتوا عايشين مع بعض اكتر من بعد ما. يعني دايما اللطافه كده، يعني دايما اللطافه، يعني دايما الناس كده ايه بتعمل مشاكل كده احيان كتير لما يبقى الدوز كبير، يعني لما يبقى الوقت اللي بنقعده مع بعض كتير. يعني فبلاش كتير دي، يعني نبقى طبعا بنعمل صلة الرحم طبعا ونبقى بنهتم وموجودين وكده، لكن بالمعقول، ده مهم جدا. بس كده.